السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم من قناة نان. أصدقائي، اليوم عندي ضيوف طالبين مني أعمل أكلة صحية بالفرن. خلونا نشوف مع بعض كيف راح نحضر هذا الطبق. جبت أكبر صحن عندي، راح غلفه بورق القصدير بورق الزبدة. طبعا إذا ما غلفت الصحن بورق الألمنيوم وورق الزبدة من تحت راح تحترق الطبخة. هلا جهزنا الخضار وقطعناها وراح نحطها بالصحن. الخضار هي بامية، بطاطا، لوبيا، بصل، كوسة، شو ما عندك بالبيت تقدر تحطه، بندورة، طماطم، ونسينا الباذنجان. وإذا عندك أي خضار تقدر تضيفها مثل البروكلي، الجزر، بيطلع الطعم أحلى. هلا راح نتبل الدجاج. تتبيلة الدجاج موجودة بالوصف: فليفلة، ثوم، زيت زيتون، وبهارات مشكلة. بعد ما تبلنا الدجاج راح نرتبها على الصحن بشكل مرتب. من جديد كمان راح نغلفها ورق الزبدة وورق القصدير، وما راح نترك أي نفس يطلع من الصحن. وهلا يا جماعة صار لازم نجهز الفرن. راح نشعل الحطب من تحت والغاز من فوق ب5 دقائق، راح يحمى الفرن ويصير جاهز. فرن البرميل بيحمى بسرعة. حطينا الصحن بالفرن، راح نتركه لمدة ساعة ونرجع نتأكد منها إذا استوت ولا لا. إذا مستوية راح نشيل ورق الزبدة والقصدير ونتركها تتحمر لمدة 10 دقائق وتصير الوجبة جاهزة. وهون راح نشيل ورق القصدير وورق الزبدة ونتأكد إذا الأكلة مستوية ولا لا. طبعا مستوية على الآخر. لازم نحمر الوجه بالفرن. وهذا أبو أحمد مبسوط لأنه الأكلة صارت جاهزة. يا جماعة الأكلة طلعت بتشهي كتير، وطعمة الخضار آخذة النكهة من الدجاج، والدجاج مستوي على الآخر ما شاء الله. الحمد لله الضيوف أكلوا وعجبهم الطبخة، وإن شاء الله أنتم كمان تعجبكم تقدروا تجربوها بالبيت. وقدمناها مع الرز وسلطة الخضار
وألف صحة وهنا إن شاء الله. بصراحة أكلة ولا أطيب منها، والشباب أكلوا وعجبهم وما خلوا شي بالصحن. ألف صحة وهنا، لا تنسوا تشتركوا بالقناة.